سنة 2001 بيتخرج الأستاذ أحمد محروس اللي كان عايش في قرية من قرى محافظة سوهاج من كلية التربية، ويقرر إنه يبدأ حياته المهنية لعل وعسى يقدر يحقق كارير كويس ومستوى اجتماعي ومادي معقول. وده لأن أحمد رغم إنه كان من عيلة كويسة إلا إنه كان إنسان بسيط وظروفه المادية أقل من القليل. أهله سابوله سمعة كويسة ولكن محدش منهم سابله فلوس أو أطيان زي كتير من أهل البلد، واللي كان أحمد دايما بيبص ناحيتهم بفضول وشغف. فكرة إنك تشوف فلان عنده أرض وبيت كبير وفلوس ورغم إنه مش متعلم وإنت طالب جامعي ومش لاقي تاكل كانت فكرة قاسية وصعبة جدا على أحمد. واشتد الأمر عليه لما اشتغل يوم بعد يوم في مهنة التدريس، واكتشف إنه مش هيحقق أي حاجة من الكارير اللي كان بيحلم بيه ولا هيقدر يعمل الثروة اللي كان بيحلم بيها. علشان كده بدأ يفتكر موهبته أيام الكلية واللي كانت بتخليه يكتسب بعض الاحترام وسط زمايله. أحمد أيام الكلية كان بيبحث ويفتش في عالم السحر، بيبحث بكل شغف وفضول. ويمكن بدأ الطريق من بدايته خالص، كان بيدعي إنه بيقدر يقرأ الفنجان والكف والطالع والأمور اللي أغلبنا عارفينها. علشان كده قرر يكمل في الهواية دي ويبدأ يقرأ للناس الكف والفنجان، رغم إنه إنسان متعلم وبيشتغل مدرس 3 سنين كاملين أحمد فيهم متوقفش ولو ليوم واحد إنه يمارس هوايته دي، بالإضافة إلى الشغل التاني، شغله في وزارة التربية والتعليم. وبما إن الشغف مطول شوية فأحمد قرر إنه يطور من نفسه أكتر وأكتر، بدأ يجيب كتب سحر محرمة ويتعلم منها وبيقرأ فيها بشغف كبير جدا، وقدر إنه يوصل لكتاب صعب جدا أي إنسان عادي إنه يوصل له، زي كتاب شمس المعارف الكبرى، واللي قدر منه يتعلم علم الحروف والأرقام والفلك والأسحار المرتبطة بالأمور دي. وقدر كمان يحصل على كتاب العزيف اللي اتعلم منه بعض أمور السحر الأسود. ومن كم الدراسة الكبيرة دي بدأت تتغير شخصية أحمد 180 درجة. أحمد بقى إنسان مخيف وغير طبيعي بالمرة، الناس بقت بتخاف من نظراته وطريقة كلامه، وبقى الكل بيحترمه وبيعمل له ألف حساب. ومن يومها اتطور الموضوع بقى يعمل أسحار للزواج والربط والخلفة، وفي وقت قصير قدر يجمع ثروة معقولة ويبني بيت كبير من 3 أدوار بعد ما كان عايش في بيت بسيط جدا، وقسم بيته ل3 أدوار. كان بيستقبل الزوار في أول دورين وكان الدور التالت للمعيشة هو ومراته وأولاده اللي كان عندهم اعتراض نوعا ما على أفعاله، بس اللي بيمشي في سكة الشيطان صعب جدا إنه يخرج منها. واتطور أحمد أكتر وأكتر لحد سنة 2010 لما بقت الناس تروح له لو ضاعت منهم حاجة، وكان بيقدر يوصف لهم مكانها، وكان بيقدر يدل على السارق اللي سرق الحاجات دي لو كانت مسروقة، وده خلى طلباته تزيد من الناس. فبعد ما كان بيطلب فلوس بقى يطلب دهب كتير بحجة إن الجن بيحب الدهب وبيلبي الطلب بسرعة لو قدمنا له الدهب ده. وبالفعل قدر يجمع ثروة كبيرة من الدهب وثروة تانية من الفلوس، وكبر صيته أكتر وأكتر لدرجة إن عامة الناس بقى يوصلوا له بصعوبة جدا. وكان معظم خدماته للناس اللي معاها فلوس وليها مكانة في المحافظة، ومع ذلك ما توقفش عن أذى خصومه أو الناس اللي كانت بتتجرأ عليه من وقت للتاني، لأنه فترة من الفترات كتير من الناس قالوا إنه بقى راجل كبير وخرف وبقى فيه سحرة أشد منه، بس كانت عنده القدرة إنه يخرس كل الألسنة دي لحد ما ينزل العقاب الإلهي وربنا يسلط عليه نفسه علشان يهلكها. سنة 2013 تجيله واحدة اسمها آمال أحمد عندها 40 سنة عشان يحل لها مشكلة، وآمال كانت من عيلة غنية ومعروفة، بالإضافة إلى إنها كانت من زواره من وقت للتاني، علشان كده قدرت تتواصل معاه بسهولة وتعرض عليه مشكلتها. عيلة آمال كانت بتتاجر في المواشي وكانت بتحقق ثروة كبيرة جدا من الشغلانة دي، وفي يوم تتسرق بهيمتين من عندهم وتروح آمال علشان تسأل أحمد عن هوية السارق. وبالفعل أحمد بيطلب فلوس منها ويحاول معرفة اللي عمل كده، لكنه اتأخر جدا إنه يعرف. وفضلت أمال مستنية لحد ما اتسرق بهيمة تالتة، وده زود عند أمال وعيلتها الغضب لأن بعيد عن السرقة فدي إهانة كبيرة جدا للعيلة. وهنا أحمد بيطلب الدهب ودهب كتير كمان علشان يقدر يلبي طلبات الجن على حسب زعمه ويقدر يحدد هوية السارق، وتجمع أمال دهب كتير من العيلة وتروح له، ولكنها تختفي بعد زيارتها لأحمد ومحدش يعرف لها مكان إطلاقا. وهنا يخرج حماها واللي كان راجل معروف جدا في البلد ويدور عليها هو وأهل البلد، ويروح حماها للدجال ويسأله عنها فيقول له إنها زارته وبعدها مشيت وما يعرفش مكانها. ولما يئس حماها إنه يلاقيها فقرر إنه يقدم بلاغ في الاسم،
ويبدأ رجال المباحث في تتبع خط سير السيدة، ويعرفوا إنها زارت أحمد الدجال يومها، فيقرروا إنهم يروحوا له البيت لعل وعسى يلاقوا خيط في القضية. وبالفعل يدخلوا البيت ويلاقوا كمية كبيرة من الأعمال والأسحار. ده شيء متوقع لما تدخل بيت ساحر تلاقي الكلام ده، ولكن الغريب إنهم لما فتحوا أوضة الضيوف لقوا برميل كبير ومصبوب عليه خرسانة. كان الأسمنت باين عليه إنه جديد مش قديم، وكان ظاهر إن البرميل فاضي من تحت مش مظبوط بالكامل. ويقرروا رجال الشرطة إنهم يكسروا البرميل ده علشان يتفاجئوا بجثة أمال، وكانت مضروبة بالساطور على راسها. وهنا يتم القبض على أحمد وتبدأ معاه سلسلة من التحقيقات. أحمد كان مشغل مع عدد كبير من الناس في البلد، منهم الحرامية ومنهم العمال. كانوا بيجيبوا له أسرار العائلات الكبيرة علشان يستخدمها في شغله، بل وكان بيسلط الحرامية إنهم يسرقوا حاجات ويحطوها في مكان معين علشان يثبت للناس إنه بيعرف يلاقي الحاجة. ولما اكتشف إن أمال مبقتش تثق فيه وهتسيبه، قرر إنه يستغلها بأي طريقة. سلط عليهم حرامية يسرقوهم علشان ياخد منهم الدهب. لما راحت له بالدهب حصل خلاف بينهم، فقرر إنه يقتلها ويصب عليها الخرسانة ويدفن البرميل بعد لما الأسمنت ينشف. ولكن زي ما قلت ربنا سلط عليه نفسه، ورغم إنه مش محتاج يقتل برضه، بس لله جنود في السماوات والأرض بيسلطهم على ابن آدم بيهلكوه. ويتحكم على أحمد بالإعدام في النهاية علشان يقابل ربه بذنوب لا يعلمها إلا الله. وده يعلمنا إن الساحر نصاب حتى لو كان متمكن من شغله، ويعلمنا إن سكة الشيطان مغرية بالمكاسب في البداية بس، ولكن في نهايتها الهلاك والموت. وإن النعيم الوحيد هو نعيم الجنة، واللي بنوصله لما بنتقي الله ونمشي في طريقه. وبكده خلصت قصتنا النهاردة.